بنلاحظ انه في سيارات امريكيه فارهه، سيارات المانيه فارهه، وايضا في سيارات كوريه الصنع فارهه. اليوم بنحكي احنا في الماركه العالميه اللي هي سياره جينيسيس. السياره هذه اثبتت وجودها في الاسواق العربيه، واثبتت وجودها برضه في الاسواق الصينيه والسوق الامريكي اللي هم اكبر اسواق عالمية من ناحية الأسواق السيارات. اليوم معنا جينيسيس جي 80 الستة سلندر، هنشوف التفاصيل إن شاء الله في الفيديو مع بعض ونستفيد من خلال هذا الفيديو. السلام عليكم، أنا أخوكم داود سمير من عرب كارز. بيصوروا لكم اليوم جينيسيس. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسونا من اللايك، من الشير، من السبسكرايب، وقيموا السيارة هذه من 10. تقييمكم جدا مهم للمجتمع. السيارة هذه متوفرة في معرض التاجوري في ليبيا في بنغازي. احسب لكم أرقام التواصل في الوصف. كلموهم واحكوا لهم من عرب كارز، وإن شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم. تعالوا نشوف محرك سيارة جينيسيس. محرك 6 سلندر بفتحة لترية 3.8 لتر، وبتطلع قوة حصانية ممتازة جدا 310 حصان. يا جماعة الخير، انت بتتكلم في محرك كبير. ايضا العزم بيكون على السيارة هذه 400 نيوتن متر. الجميل اكثر في السيارة انه المحرك بيجي بالطولي، يعني السيارة دافع خلفي بالضبط، فانت بتقدر تعمل عليها دريفت وتتسارع في السيارة هذه تسارعات ممتازة جدا. يعني المحرك هذا بخلي السيارة تنطلق الى سرعة 100 بحوالي 6 ثواني ونص. فمحرك ما شاء الله عليه كبير. وتقفيل المحرك بالنسبة لسيارة جينيسيس تقفيل جدا ممتاز. جي اي محرك 6 سلندر وعلامة هيونداي. المحرك طالع من شركة هيونداي، وكلنا عارفين انه في 2023 المحركات بالنسبة لهيونداي وكيا والمحركات الكورية كانت رقم واحد على العالم كله. يعني زمان كنا بنلاحظ لكزس وتويوتا هي رقم واحد في العالم، ولكن إحصائيات 2023 بالنسبة للاعتمادية في السيارات هي السيارات الكورية، زي سيارة جينيسيس جي 80 اللي معي اليوم. إنارات بتيجي زينون وبتيجي هالوجين بالنسبة للإنارات، وتصميم الإنارة جميل جدا. حساسات أمامية بالإضافة إلى الرادار الأمامي اللي بيجي على السيارة، وعندك مراقبة المسار. ملاحظين وين موجود؟ على القزاز من الأمام. ففي أوبشن أمام في سيارة جينيسيس للأمانة. نيجي للتصميم الشبك، شوفوا لي هاللون محلاه برونزي مع الكروم، ففي تداخل ألوان رهيبة جدا. أيضا فتحات الشبك هذه خاصة بتصميم جينيسيس، يعني مش ماخذ التصميم من أي حد. الفئة اللي معي مش فول كامل، فحنلاحظ إنه في هنا مكان كاميرا، ولكن هذه مش كاميرا. في فئة الفول بركبوا هنا الكاميرا. عندك فتحات تبريد برضو تحت زي ما احنا ملاحظين، بالإضافة إلى الكروم اللامع وشكله جدا جميل في الصدم الأمامي تبع السيارة. خلونا نشوف السيارة من الجنب. جنوط ألمنيوم بعلامة جينيسيس وشكله رايق. الجنط 18 بوصة 245 45. الإطارات بتكون من شركة يوكوهاما. طبعا الإطارات هذه معروفة عزلها ممتاز جدا في العزل الصوتي، لأنه السيارة هذه من السيارات الرفاهية، فلازم يكون فيها صوت معزول بشكل كبير جدا. طبعا بنلاحظ انه الفرامل الديسكات تبعتها كبيرة جدا، علشان السيارة هذه 6 سلندر، فلازم يكون في وقوف ممتاز لها. مش اي كلام يحطوا لها فرامل اي كلام، لا، لازم تكون فرامل قوية جدا. ايضا في جنب السيارة بنلاحظ فيه تكحيلات كروم على القزاز، على ابواب، وعلى ابواب من الاسفل. يعني حاجة جميلة جدا. بالنسبة للمري ما بتكون بالطريقة العلاق، ولكن نوعا ما فيها تصميم انسيابي، عليها إشارات LED. وشوفوا لي المرايا عليها تدفئة مرايا. وعندك برضو النقطة العمياء، حبيت الموضوع هذا في المراية تبعت جينيسيس. نشوف السيارة من الخلف. بنلاحظ تصميم الإنارة مميز بشكل جميل جدا. شوفوا لي هالتصميم، تصميم رايق بكل صراحة. طبعا إنارات بتكون LED. تريش اللون الفرامل هذا علشان يعني الكاميرا مش أكثر، ولكن هو لون ثابت. وفي نفس الوقت إنارات LED جميلة زي ما احنا شايفين. عندك بصمة 3.8 لتر تبعت المحرك، حساسات خلفية، وفي عندك علامة جينيسيس المميزة بتيجي بلونين كروم وأسود. بصمة جينيسيس. وفتح الصندوق الخلفي بيفتح عن طريق الزر هذا اللي انتم شايفينه بالكاميرا الخلفية متوفرة عندك. طبعا الإنارات LED تبعت اللوحات تبعت سيارة جينيسيس. مساحة تخزين ما شاء الله، مساحة تخزين عملاقة جدا للسيارة هذه. وفي عندك برضو تحت، يعني لو صار عندك مشكلة في الإطارات بتقدر تغير الإطارات. هذه العدة وهذا الإطار الإسبير. طبعا عندك البطارية بالخلف علشان تكونوا عارفين مش متوفرة عند المحرك، ولكن بطارية ما شاء الله كبيرة الحجم من شركة جينيسيس بتحطها على سيارتهم. البطاريات جاية من شركة هيونداي زي ما احنا ملاحظين، هيونداي وبصمة هيونداي على البطارية.
عندك خلف السيارة فتحتين اكزوز وشكلهم جميل جدا، حتى الديفيوزر الخلفي برضه شكله جميل، بالاضافة الى العواكس اللي موجودة هنا، وعندك برضه الحساسات الخلفية. حبيت تصميم السيارة من الخلف. تعالوا نشوف السيارة من الداخل. اول ما تفتح باب السيارة حتلاحظ كلمة جينيسيس على الباب، وحتشعر بالفخامة وحتشعر بالعزل الصوتي. يعني انتم عارفين التصوير في الشارع، ولكن نشوف كيف التصوير بعد ما نغلق الابواب. حتلاحظ في عزل بشكل كبير جدا. شوفوا لي هالفخامه اللي انا قاعد فيها. جلود طبيعيه متوفره في السياره، بالاضافه الى كونسول وسطي ضخم زي ما احنا شايفين، وفي 2 كوب هولدر متوفر هنا. طبعا في مساحه ممتازه تعتبر هان، ولكن في نفق اللي هو نفق ناقل الحركه، لانه السياره هذه دفع خلفي يا جماعه الخير. لازم انت دائما تكون منزل كونسول وسطي عشان تكي ايدك عليه. في الاول وفي الاخر هذه سياره رفاهيه، يعني عائليه، ولكن اغلبها اللي بيستخدموها رجال الاعمال، فدائما بكون يا لحاله في الكراسي الخلفيه يا اما معاه مرافق. ولكن انا برضه حجلس بالمنتصف ونشوف المساحه. يعني مساحه بصراحه ضيقه نوعا ما. اللي حيقعد في المنتصف ممكن ينزل رجل هان ورجل هان، يقعد بالطريقه اللي انا قاعده حيكون مرتاح نوعا ما. ولكن لو حيرفع رجليه الموضوع حيكون صعب عليه شويه وحيكون خانق له. سيارة رفاهية من الخلف بشكل كبير جدا. في عندك فتحتين تكييف بالخلف، وفي هنا بالكراسي زي كرسي الطيارة زي ما احنا شايفين، بحيث انه انت لو بدك تحفظ حاجة ما عندك اي مشاكل. والتصميم تبع الكرسي شايفين كيف شكله جميل جدا يا جماعة الخير. ايضا بنلاحظ عندي في انارات LED بشكل مميز، وفي عندك العلاق بالمساك. وشوفوا لي برضه لوين فتحة السقف البانورامية اللي حنفتحها كمان شوي ونشوف طريقة فتحها. جميلة جدا طريقة فتحها. نشوف الابواب وبعدين ننتقل للمقاعد الاماميه. تصميم الابواب بيكون بالجلد ومن خشب ومن الالومنيوم ومن الكروم المطفي. عندك سماعتين، وفي هنا مساحه تخزين ممتازه. طبعا هذه ستاره عشان الخصوصيه، ولكن كان نفسي تكون هذه الستاره كهربائيه بتيجي يدويه. تنزيل القزاز على كل السياره بيكون بالطريقه الاوتو زي ما احنا شايفين، وفي الرفع بيكون برضه في الطريقه الاوتو. نشوف السياره من الامام. فتحه سقف بتفتح على ناحيتين زي ما احنا شايفين، وعندك فتحة سقف بانورامية طبعا ممتازة. برضه فتحة السقف القزاز بتفتح لحد هان، طبعا كل هذا بضغطة زر واحدة تفتح عندك بطريقة ممتازة. طيب انا لو بدي افتح ستارة لحالها، يعني انا ما بدي انه ايش مثلا افتح فتحة السقف بالستارة، برضه بتقدر تعمل الامكانية هذه من خلال الزر هذا اللي انتم شايفينه. بفتح انا الستارة او بقفلها لحالها بدون ما افتح فتح السقف نفسه. فحبيت موضوع فتح السقف البانورامية العملاقة. نيجي هنا في عندك بيت نظارة. عندك المراية هذه بتكون بالتعتيم الاوتو، عليها عدة اختصارات. طبعا لو حبيت تطفيها بتطفيها من خلال الزر هذا. ننزل نلاحظ الطابلون، تصميم رائع جدا يا جماعة الخير، تصميم رهيب جدا وبيجي بالجلد. عندك شاشة برضو وسطية، وفي عندك تخشيبة لآخر الطابلون متصلة مع الباب، وبرضو تصميم الألمنيوم نفسه متواصل من الطابلون لحد الباب. فحبيت التصميم المتداخل الجميل جدا. وهنا الأزرار علشان تسيطر على التكييف، وهذه الساعة شوفوا لي ما أجملها، ساعة جميلة جدا. هذا برضو الصوتيات تقدر تتحكم فيها من خلال الفرارات هنا، وهنا CD. طبعا الأزرار هذه خاصة بالصوتيات كلها بشكل كامل، وبرضه في منها اختصارات في الشاشة زي ما احنا ملاحظين. مثلا النافيجيشن بيجي هنا زي ما احنا شايفين. طبعا بتقدر انت تحدد وجهة معينة وتروح عليها، ما عندك اي مشكلة. وبقول لك برضو ايش الكيلوات زي ما انتم شايفين 16 كيلو مثلا، فبدي لك قراءة مضبوطة. فالأزرار هذه خاصة بالشاشة والنظام الترفيهي بشكل كامل. عندك هنا درج بيفتح، طبعا هذه مادة ألمنيوم من جماعة الخير كلها، شايفين ما أجملها، بيفتح زي هيك. وفي عندك هنا AUX علشان الصوتيات والUSB علشان الصوتيات، ومنفذ طاقة للمرافق لو حب يشحن مثلا موبايل ولا حاجة زي هذه. عندك برضو هان حاملات أكواب تتغطى وشكلها جميل. الجير بيكون بشكل جميل. وهي الكاميرا الخلفية، طبعا الكاميرا الخلفية متحركة زي ما احنا شايفين، حسب انت وين بتحرك الستيرنج علشان انت تعرف وين بدك تمشي او وين بدك تحط سيارتك بالضبط. فحبيت النقطة هذه. الجير عليه خاصية التبترونيك، تقدر تعمل فيه تبترونيك او رياضة. بالاضافة في شيفت عندنا هنا متوفر على الستيرنج، يعني 6 سلندر وشيفت وتبترونيك.
امورك طيبه يا طيب، ما عندك اي مشاكل. عندك الازرار هذه المتوفره، بيجي الاوتو هولد علشان مثلا التوقف لفترات قصيره، انا بستخدمه كفرامل. ودرايف مود، طبعا في درايف مود بيجي عندي 3 مودات. عندي وضعيه الايكو بما انه السياره عليها محرك 6 سلندر وانا بدي اقتصد في البنزين، فعندي وضعيه السبورت برضو لو انا بدي استخدم السياره في السبورت، وضعيه النورمال الوضعيه العاديه، لكن احنا نخليها دائما على السبورت بما انه تدينا اداء ممتاز في السبورت. متوفر هنا ازرار علشان تبريد وتدفئه المقاعد، وهذا زر الحساسات، تطفي الحساسات الاماميه والخلفيه. في مساحه تخزين خفيفه. طبعا هذا المفتاح يا جماعه الخير، حبيت شكل مفتاح جينيسيس. لو انت فصلت معك البطاريه او صار في معك مشاكل في البطاريه، تقدر تفك المفتاح بالطريقه هذه، تستخدمه كمفتاح تفتح السياره، وحتى ممكن تشغل السياره لو صار عندك مشكله في المسمى البصمه اللي هي القطعه الذكيه اللي معايا. طبعا مساحه تخزين ممتاز متوفره في السياره، وطريقه الفتح تبعتها حلوه زي ما احنا شايفين، بالاضافه انه فيها اناره مخفيه. حبيت الاناره المخفيه هذه. والخامات الداخليه في السياره خامات عاليه والله يا جماعه الخير، عاليه ما شاء الله عليها. الستيرنج عليه الحركه التلسكوبيه علشان انت تاخذ راحتك بالقياده، بالاضافه الى التحكم بالكراسي، طبعا بتتحكم في جميع الاتجاهات. وعندك هنا الرادار الامامي، وعندك هذا علشان الشاشه الوسطيه، بتقدر انت مثلا تشوف معلومات السياره. طبعا الازرار هذه برضو علشان الشاشه الوسطيه، من خلالها بتقدر انت تتحكم وتشوف معلومات السياره بشكل كامل كصيانه وخلافه. وعندك مثبت السرعه على الزرين هذولا، بحيث انه انت بتزود سرعه او بتفصل او بتشغل. لو مثبت السرعه الثلاث زراير هذول اللي انتم شايفينهم من مثبت السرعه. طبعا هنا المود تبع الصوتيات، وعندك هنا برضو بتغير في الصوتيات، وهنا بتعلي الصوت وبتوطي الصوت، والزر هذا علشان المكالمات. شكل الستيرنج جميل جدا بعلامة جينيسيس، عليه ايرباج. وشوفوا لي برضو شوية الالومنيوم اللي حاطينها في الستيرنج، تداخل الالوان يعني رهيب جدا كجلد. وعندك الومنيوم، وعندك قطعة من الالومنيوم اللامع برضو اللي هي علامة جينيسيس. فحبيت شكل الستيرنج بكل صراحة. التشغيل بالطريقة الذكية، حتى الزر نفسه يعني في تفاصيل ألمنيوم ببيانو بلاك بألمنيوم، طبعا ألمنيوم خامات عالية. وبنفس الوقت الألمنيوم هنلاحظه على الشفت، هنلاحظه هنلاحظ الألمنيوم فيه كتير في السيارة. ليش؟ علشان يخفف من وزن السيارة، فحبيت الموضوع هذا. على ناحية اليسار في زر للستارة. طبعا الستارة هذه بتفتح انت اول ما تحط لفيرس، او لو بتدوس على الزر بتنزل الستارة كهربائيا الخلفية وبتطلع كهربائيا في نفس الوقت. هاي مثلا حطيت لافيرس نزلت. على ناحية اليسار في تنبيه الخروج من مسار في السيارة، وعندك التراكشن كنترول والنقطة العمياء. هذا الزر تبع الستارة اللي انا حكيت لكم اياه، وهذا بحد من الانارة الداخلية او بعلي من الانارة تبعت الطابلون. زي ما انتم شايفين هاي الانارة مثلا ارتفعت. هذا الزر فرامل اليد. هذه التفاصيل اللي في السيارة. برضو تصميم الباب عندك كبير جدا، في هنا مساحة تخزين ما شاء الله عليها. كل النوافذ بتيجي اوتو، وعندك السنتر لوك والتحكم بالنوافذ الخلفية علشان الأطفال ما يفتحوها، وهذا علشان التحكم بالميري. حبيت الموضوع هذا. طبعا الميري طي كهربائيا بتيجي وبتقدر برضو تفتحها عن طريق الزر. وعندك على الباب بيجي الميموري تبع المقاعد. طبعا باب الراكب ما بيكون عليه ميموري مقاعد، ولكن بيكون في سنتر لوك باب الراكب. انت كسائق للسيارة في عندك وضعية ميموري زي ما انتم شايفين. الستيرنج اتحرك معاي كامل، الكرسي بيتحرك معاي كامل عن طريق ضغطة زر واحدة. السيارة هذا عائلية بامتياز. مين هو اللي بيستخدمها؟ رجال الأعمال أغلبهم بيستخدموها، ولكن أنت تقدر تاخذ سيارة زي هذا موديل نوعا ما قديم، يعني 17 في 18 حتلقاها بسعر حنين، حتاخذ فخامة فيها عالية، حتاخذ فيها إرباقات، حتاخذ فيها كل الأوبشنز بالنسبة لأنظمة القيادة والأمان والسلام متوفرة عليها، وبتريح راسك أحسن ما تجيب بعض السيارات تكون مثلا بصفر كيلو. فأنا بنصح في السيارة هذه بشدة. قيموا السيارة من 10. تقييمكم أكيد جدا مهم للمجتمع. ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب. السيارة هذه متوفرة في معرض التجوري، كلموهم وكلهم من عرب كارز، وإن شاء الله الشباب مش حيقصروا معك. وآخر شيء حابب أحكيه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. سلامات.